أول منطقة سقطت بيد الجبهة القومية سلطة هي منطقة الضال. نحن ماشي كان معانا جيش تحرير، كنا مننا 60 نفر، ولكن احنا دخلنا الضالع واسقطنا الضالع ب20,000 بني آدم. كيف استطعنا ان نجمع الناس؟ ما كان عندنا فلوس نرشي الناس، ولا نعطي للناس يعني مصالح، ولا نوعد الناس بالمناصب ولا بمصالح. انا بجيب لك انت اعمل معي مشان نعمل لك. كنا نقول انت وطني، عليك انت جيت تموت معانا. انت مش وطني بتحاسب جبك بعد الان، يكفيك الرقله الى الان. وكنا صادقين وجريئين نتكلم مع الناس بهذه الطريقه. كل ما عند الناس جندوه وعملوا السلاح معنا وتحركنا مع بعض وقلنا براء يا استعمار. الكتائب الانجليزيه التي كانت موجوده في هذه المناطق والجيش الذي كان موجود في هذه المناطق لما وصلنا نحن ونهتف خرجوا كلهم فوق الشبوك تفرجوا علينا بنادقهم. قلنا لهم بالمقربون يا جنود، هل أنتم من أبناء هذا الشعب وضد الاستعمار البريطاني والسلاطين، ولا أنتم أعداء للشعب؟ قالوا لمع الشعب. قلنا اخرجوا، فكوا الشبك وكسروا الشبوك وقفزوا وخرجوا وخلوا. اقسم لكم بشرف الثورة لن يبقى داخل المعسكر إلا شخصا واحد. الرجل الأول هو الذي بقي داخل المعسكر ملتزم للسياسة البريطانية وللنظام البريطاني، ولا الجنود قفزوا معانا. عاشت الجبهة القومية وتسقط بريطانيا والسلاطين. قوة الجماهير وصدق القيادة وإخلاص هذه الجماهير والنهجها السياسي وتوضيح النهج السياسي للشعب وشعار الشعب فين تكمن مصلحته، هنا تبرز قوة هذه القيادة وصدق ومصداقية كل ما تطرحها أمام الناس. وهكذا ما حدث بشكل عام على في كل مناطق الجمهورية. أسقطنا بريطانيا وعملائها بجماهيرنا بتنظيمنا. ما كان عندنا جيش، ما فيش عندنا زرات ولا مساعدات، ما كان 10-20 نفر في كل منطقة قتال، هؤلاء الذي كانوا كعصا تأديبية للعملاء، عصا تأديبية للعملاء. يزرعوا الألغام ويوضعوا كمين مجامع صغيرة جدا الظاهرة والبارزة، ولكن كنا نعتمد كل اعتمادنا على تنظيمنا بالداخل. وتنظيمنا بالداخل قوة أيضا سلوكاتنا. ما تنسوش السلوكات الذي كانوا الثوار يتحلوا فيها، السلوكات الذي كان التنظيم حين يتحلى فيها. هذه السلوكات هي الذي كانت القوة الأساسية لمبعاث الروح التضحية عند شعبنا.